حبيبي مشعل، سم. عندي لك سؤال. الله يستر. بس سؤال محرج يعني نوعا ما. محرج؟ مرة. طيب عطني وبعدين صور. لا أبغى الكاميرا تكون شغالة. إنا لله وإنا راجعون. ماذا تعني لك جمهورية السودان؟ هذا السؤال. الله يهديك، خوفتني. لا إله إلا الله. تعرف أن هذا السؤال نقطة ضعفي. هذا السؤال يا يوسف ما يحتاج إلى لا حلقة ولا حلقات، وما تكفيه تأليف المجلدات، ولا تكفيه أيام والسنين. هذا السؤال أتكلم عن السودان قصدك. إذا أردت أن أتكلم عن الفضائل، عزة النفس، الصدق، الأمانة، الإخلاص، الصبر، التوكل، البطولة، الجهاد، الشجاعة، الكرم، أقول لك السودان. شيخ يوسف أنت تعرف لفيت بعض بلدان العالم في الدعوة إلى الله، والذي نفسي بيده ما رأيت ولا أتوقع إلا أن يشاء الله إلى يوم القيامة شعب مثل السودان. في الإقبال تجدهم في الإقبال، تنظيم في الترتيب، شيء عجيب. يعلم الله أنهم في فقر لا يعلمه إلا الله، يده يتمنى أنها تنقطع يأخذ منك ريال ولا جنيهات بالعملة السودانية. حتى أحيانا أبغى أدفع من مخباي، لا نضيف عندنا. مرة يا شيخ يوسف كنت في جامعة، عندي محاضرة في جامعة إسلامية في درمان. كانت في دكتورة بروفيسورة هي اسمها هاجر، كبيرة في السن، قالت لي هذه عميدة الجامعة، قالت لي عندكم قبل فترة سوداني أكرمتموه الأمانة، الأمين حق الغنم، تعرف المقطع هذا اشتهر؟ قلت نعم يستاهل. قالت سمعت أنكم أعطيتوه كم ألف وأنكم جبتوا هو وأمه يعتمر. قلت هي يستاهل. قلت كل الأمانة اللي سواها. قالت إيش الأمانة؟ عشانهم ما عطاهم خروف أو كذا وأمين على الحلال؟ قلت ايوه. قالت حنا يا الشعب السوداني نشوفه انه ما سوى شيء جديد ولا غريب، حنا تربينا من صغرنا على الامانه. قلت يا الله. يعني باختصار يا شيخ يوسف، اذا بتكرم رجل امين فاقول لك اكرم اهل السودان. ما ودي اني اتكلم عن هذه، ولكن من باب البشائر اقولها لك يا شيخ يوسف. اول فضل من الله، تحجبت قرابه واكثر من 1000 الى 1500 فتاه بفضل من الله. شفت مقطع لي في اليوتيوب عن توبه في شارع في الساحه الخضراء في السودان، في أركويت في الخرطوم، توبة 100 شاب. الدعاء راحوا لهم بعدي، أبو ثامر، ورأيت في الحفلة الغنائية تركوا الحفلة الغنائية ثم توجهوا للدين. فالشعب بسيط، ولكن رسالتي يا شيخ يوسف لك ولدعاتنا وعلمائنا وتجارنا، وين السودان؟ هذا الشعب الطيب. الله يسلمك. والله أنا أهل السودان صراحة يعني أصحابي سودانيين كثيرين جدا ما شاء الله. والله رأيت منهم الصدق، ورأيت منهم الأمان، ورأيت منهم الإخلاص. فصراحة شعب لا يوصف. والله يا شيخ مشعل إني أحببت السودان من حبك له. وتوعدني إن شاء الله بالزيارة لهم بإذن الله. مرة. اشهدوا يا ناس. نستودعكم الله. ولا تسأل هذه الأسئلة المحرجة. وكونوا على العهد نجني ثمارا، ونغرف من نابعنا بارتواء. قلوب كنقش الغيوم تنامت، وفي إثرها الغيث يهمي سقا. فيا رب بارك لقاءاتنا، وزد حين نرسو بشط الوفاء.